شوف معايا هذه المفارقة الغريبة. في الوقت اللي العالم كله غارق في إصدار بيانات الاستنكار وصياغة لغة التنديد الدبلوماسية الباردة، وراء الكواليس كاين اللي قرر يغير قواعد اللعبة على الأرض وبشكل عملي وغير مسبوق. في 15 يوليو 2026 اهتزت الأوساط السياسية الدولية على وقع توقيع اتفاقية استثنائية في الرباط، المغرب، وبشكل رسمي وبتوجيهات ملكية سامية وقع اتفاقية تاريخية مع مجلس السلام كيعلن فيها المشاركة ديالو الفعلية بالرجال والعتاد والتمويل في القوة الدولية للاستقرار في غزة. المغرب هو أول دولة في العالم كتوقع هذه الاتفاقية الحيوية. الخطوة المغربية ماشي مجرد إعلان سياسي، ولكن هي نزول مباشر للأرض. أجيو نفكو لغة الأرقام والمعادلات الصعبة باش نفهموا وباش نعرفوا أشنو واقع وراء الستار. باش نفكو هذا المشهد الاستراتيجي البالغ التعقيد خاصنا نطرحوا 4 ديال الأسئلة جوهرية. أولا، أشنو هي هذه القوة الدولية للاستقرار في غزة؟ واش هي مجرد غطاء دبلوماسي جديد، ولا قوة ردع حقيقية بتفويض أممي لتأمين المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار والبناء؟ المسألة الثانية، أشنو غيدير الجيش والأمن المغربي بالضبط على الأرض في غزة؟ وكيفاش غتوزع هذه المساهمة بين التدريب الأمني والرعاية الطبية وحتى برامج مكافحة التطرف؟ المسألة الثالثة، كيفاش كيقرأ المغرب هذه الخطوة في إطار سياسته الثابتة تجاه حل الدولتين؟ هل كاين تنسيق دقيق مع خطط السلام الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار دائم وعملي؟ رابعا الأهم، وعلاش المغرب بالذات هو السباق والأكثر قدرة على قيادة هذه المبادرة على المستوى الإفريقي والإسلامي والدولي؟ بزاف ديال الناس غيتساءلوا، واش هذه القوة الدولية هي قوة احتلال جديدة؟ الجواب واضح ومنصوص عليه في مرجعيات مجلس الأمن الدولي. هذه ماشي قوة احتلال، هذه قوة انتقالية مرخصة دوليا لحفظ الأمن، الحماية ديال المدنيين، والتهيئة ديال بيئة آمنة لإعادة الإعمار والبناء ديال غزة. المغرب من نهار بدات الحرب وهو كينهج مبدأ الأفعال للأقوال. كلشي شاف كيفاش كانت الدولة الوحيدة اللي نجحات فتح ممر بري استثنائي لإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة للسكان، بما فيها 180 طن في يوليو 2025 و100 طن إضافية في أغسطس في نفس العام، فضلا على الملايين ديال الدولارات اللي كتمشي عبر بيت مال القدس. المعادلة السرية هنا هي التحول من الدبلوماسية الإنسانية الاستعجالية للدبلوماسية الأمنية التأسيسية. في اجتماع واشنطن يوم 19 فبراير 2026 المغرب حط النقاط على الحروف والتزم عمليا بدعم مجلس السلام عبر مساهمة مالية هي الأولى من النوع ديالها، وإرسال ضباط كبار لهيئة أركان القوة الدولية. الغرض ماشي الدخول في مواجهات عسكرية، ولكن بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية عبر حماية الأطفال والنساء وتأمين المساعدات. دابا أجيو نفكو لغة الأرقام والبيانات الخاصة بالانتشار المغربي المرتقب في قطاع غزة. تدريب وتأهيل الأمن الفلسطيني. المغرب غادي ينشر كتيبة متخصصة من قوات الأمن الوطني الدرك الملكي لتدريب وتأهيل جهاز الشرطة الفلسطيني الجديد. الهدف هنا هو ضبط الشارع وإرساء النظام العام بوجوه فلسطينية مدربة. المسألة الثانية، إحداث مستشفى ميداني عسكري عبر نشر مستشفى متكامل لتقديم الرعاية الطبية المتطورة اللي غادي تخدم الساكنة المحلية والبعثات الدولية العاملة في القطاع. المسألة الثالثة، المعركة الفكرية، برامج التسامح والتعايش.
المغرب غادي يطلق برامج متخصصه لنبذ التطرف ونشر القيم ديال الاعتدال والتعايش، وهي التجربه اللي تميزت بها المملكه المغربيه عالميا في تدبير الشأن الديني ومكافحه الافكار المتطرفه. الخلاصه هنا اللي لازم تترسخ في الاذهان وكتلخص هذه المعادله هي المملكه كترسل اطباء وممرضين ماشي مقاتلين، وكتدرب رجال امن وشرطه فلسطينيين ماشي ميليشيات، وكتقدم رعايه طبيه وانسانيه لحمايه الارواح واعاده الحياه للطبيعه ديالها. هذه الخطوه المغربيه الشجاعه والجريئه ماشي مناوره سياسيه ظرفيه، ولكن هي امتداد لمنطق والتزام تاريخي ثابت. المغرب بقياده ملك البلاد محمد السادس رئيس لجنه القدس كيرفض بصفه نهائيه سياسه المقاعد الشاغره او الشعارات الرنانه التي لا تسمن ولا تغني من جوع. المشاركه المغربيه كتحظى باعتراف وتقدير دولي استثنائي كيرجع للشرعيه والمصداقيه التاريخيه للمملكه. المغرب من جهه كيدعم المساعي الدوليه والجهود الدؤوبه للوسطاء بما فيها عناصر خطط السلام اللي كترعاها الولايات المتحده الامريكيه برئاسه ترامب للوصول لوقف اطلاق نار مستدام من جهه. الموقف المغربي كيبقى صخره ثابته لا تتزحزح، لا سلام شامل بدون حل الدولتين وبناء دوله فلسطينيه مستقله قابله للحياه على حدود 67 العاصمه ديالها القدس الشرقيه كتشمل قطاع غزه والضفه الغربيه جنبا الى جنب مع دوله اسرائيل. المغرب كيثبت للعالم ان السلام ما كيبنيوهش اصحاب الشعارات في الصالونات المكيفه، ولكن كيبنيوه اللي مستعدين يضحيو ويستثمروا ماليا وبشريا على الارض لانقاذ ارواح الابرياء. توقيع المغربي التاريخي في 15 يوليو 2026 على هذه الاتفاقيه كيرسم ملامح عهد شديد في الشرق الاوسط. ما بقاش الصراع محصور فقط بين آلة الحرب والدمار، ولكن دخلت معادلة البناء والاستقرار لحماية الإنسان الفلسطيني. السؤال الاستراتيجي اللي كنخليكم تفكروا فيه اليوم: واش غتنجح هذه التجربة المغربية الرائدة في إلهام دول المنطقة للنزول للأرض الواقع وتحمل مسؤوليتها التاريخية لإعادة إعمار غزة وبناء الدولة الفلسطينية، أم أن تحديات الميدان غتكون عندها كلمة وكلام آخر؟ شاركونا الآراء ديالكم والتحليلات ديالكم في التعليقات، وما تبخلوش علينا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش تتابعوا معنا التحليلات الجيوسياسية الجاية إن شاء الله. بارك الله عليكم، نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله.